ايه التربايه اللي حصلت في فرع بورسعيد؟ يعني اشمعنى نجحت هنا وما نجحتش هنا؟ هي ما علشان برضو ان احنا في حاجه ما كناش اخدنا بالنا منها. احتياجات العميل. مش احتياجات العميل، فكر العميل نفسه. وبعد كده درسنا النقطه دي كويس واحنا بنفتح اسماعيليه. بالظبط. تمام. دي خلتنا ان موضوع بورسعيد ده خلانا فعلا اي حاجه عايز تفتح مشروع بعد كده لازم تشوف فكر العميل في المحافظه او في البلد اللي انت بورسعيد دي في مصر، بس لها فكر تاني. اه لازم تدرس برضو حته فكر الناس دي الاول، مع حته ان برضو لما بتيجي انت تختار لازم انت مكان. لازم تبص للموضوع بناء على المنتج اللي انت بتقدمه، بالمكان اللي انت بتفتح فيه، بالبرزنتيشن بتاعك، مع احتياجات العميل، وكل ده مرتبط في النهايه بالسعر اللي هيبقى مرضي عشان العمليه دي كلها تتم. بالظبط. ايوه. بس يعني هي دي جزئيه مهمه يعني. تغلبنا على النقطه دي في اسماعيليه. وان شاء الله